الرحمن الرحيم. اهلا بكم في فيديو جديد من قناه ماتريكس. النهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض شويه اوامر اساسيه في كالي لينكس، وطبعا نكمل تكمله الشرح اللي فات. وطبعا هنتعلم ازاي نتحكم في الملفات ونعمل حاجات زي النسخ والنقل ومسح الملفات، وكمان هنعرف يعني ايه الصلاحيات بتاعتها وازاي نغيرها. يعني الموضوع مش صعب خالص، وكل الامر ده هتخليكم تتحكموا في النظام بسهوله باذن الله. فلو انت طبعا اول مره تتعامل مع لينكس، ما تقلقوش خالص وركزوا معايا. طبعا هندخل بقى على الشرح على طول. فتحنا الترمينال. تمام. خلينا كده، احنا دلوقتي الديسك توب عندي فاضي اهو، ما فيهوش حاجه. طبعا ده سطح المكتب، ما فيهوش اي ملفات. خلينا كده ندخل على نكتب سي دي، ندخل على الديسك توب. تمام. طبعا كده حولنا على الديسك توب اهو. طبعا عايزين ننشئ فولدر فيه. طبعا الحاجات بقى دي احنا كنا عرفناها في الشرح اللي فات، يعني هي مش مستاهله نقعد اشرحها تاني. فانت اطبق معايا خطوه بخطوه وان شاء الله هتفهم. احنا بس عايزين بس اللي اشرح النهارده الحاجات الجديده. فطبعا انا هنشئ فولدر، وطبعا انتوا عارفينه بيتنشئ ازاي. اوكي دي ار، وليكن هنسميه ماتريكس. تمام كده انشأنا فولدر باسم ماتريكس. عايزين طبعا ننشئ فايل دوت، نسميه فايل. تمام. انشأنا فايل دلوقتي وانشأنا فولدر. تمام. انشأنا فايل باسم فايل وانشأنا فولدر باسم ماتريكس. الوقت بقى الامر اللي احنا هنشتغل عليه النهارده، الامر الجديد هو امر موف. يعني ايه موف؟ يعني بينقل الملفات، يعني بين الملف من مكان لمكان. تمام. او ممكن نغير اسمه، يعني عندك ملف مثلا وعايز تنقله من مكان لمكان تاني، او ممكن تعيد تسميته يعني. ده طبعا ده الامر اللي احنا هنستخدمه دلوقتي. تمام. وليكن مثلا عايزين ننقل مثلا ملف اللي هو الفايل. هنكتب امر موف اللي هو اختصار الام في. تمام. ونكتب اسم اللي هو الفايل، طبعا انا مسميه فايل. كل ده خلي بالك وانا على سطح المكتب، لازم أن تكون موضح انك على سطح المكتب. تمام. فالوقت احنا الفايل باسم فايل، عايزين ننقله فين؟ فولدر ماتريكس. هنكتب اسم الفولدر جنبه ماتريكس. انت تمام. طبعا ننقل الفايل فولدر ماتريكس. خلينا كده ندخل على الفولدر، او الفايل موجود اهو، ده باسم. تمام. طيب خلينا كده بقى ندخل على الفولدر ماتريكس من التيرمينال. نكتب امر سي دي ماتريكس. كده دخلنا على الفولدر. تمام. طبعا الحاجات دي كنا شرحناها الدرس اللي فات. تمام. احنا دلوقتي داخل الفولدر. دلوقتي عايزين نغير اسم الفايل ده. هنعمل هيبقى بنفس الامر. تمام. اللي هو موف برضك نفس الامر، انك بتنقل من ملف الفولدر، نفس الامر برضك هتكتب ام في، وهتكتب فايل. تمام. ده الاسم الجديد مثلا هنسميه مثلا اي تي. اه. نقل عندك الاي تي، يعني عندنا نقلناه من اسم فايل لاسم اي تي، عندك زي ما هو مظبوط قدامك اهو. طبعا الامر اللي هو الموف الام في طبعا بنستخدمه انك تنقل من ملف الفولدر مثلا من مكان للتاني. وطبعا ده برضك بيغير لك اسم الملف، بس اتاكد انك واقف في نفس الفولدر. تمام. طيب عندنا بقى الامر اللي بعده هو امر سي بي. يعني ايه سي بي؟ يعني كوبي. تمام. ده بيعمل لك نسخه من الملفات. يعني لو عندك مثلا ملف وعايز تعمل له نسخه احتياطيه، طبعا بنستخدم الامر ده طبعا. بنكتب مثلا الاسم مثلا الفايل اللي احنا عايزين نعمل له النسخه بتاعته. وليكن هنعمل مثلا الفايل ده، طبعا احنا واقفين في نفس الفولدر بتاع ماتريكس. عايزين نعمل نسخه للاي تي، هنعمل مثلا سي بي مسافه اي تي مسافه. طبعا بقى انت عايز تسميه مثلا، انت ممكن مثلا نغير اسمه مثلا وليكن اي تي 2. تمام. طبعا غير لي اسم الملف ونقله له في نفس الوقت. تمام. طبعا احنا نقلنا الملف عملنا نسخه ليه. طيب لو عايزين بقى ننقل مثلا، خلينا ننشئ فولدر برضو عشان يبقى كله ده واضح قدامك. نعمل فولدر مثلا سي دي، مثلا فولدر اسمه سي دي. تمام. انشأنا فولدر اسمه سي دي اهو. طيب عايزين برضك نعمل نسخة برضك للفولدر ده، نفس الأمر. نكتب سي دي بس، ولكن لو انت هتعمل من فولدر لفولدر هتعمل مسافة داش اه. لو من فايل لفايل تاني مثلا هتعمل اللي هو امر سي بي على طول. تمام. انما مثلا لو عايز تعمل مثلا من فولدر لفولدر هتعمل سي بي داش ار،
واسم الفولدر احنا قلنا سي دي، مسافة هنكتب سي دي مثلا رقم 2، اللي هو ايه مميز برقم 2. عمل لي ايه فولدر ايه، نفس الفولدر بنفس الاسم بتاعه. تمام. ممكن بقى تغير الاسم، او ممكن بقى انت بدماغك انت بقى مرن نفسك حسب بقى الملف هتوديه فين وتجيبه منين. طيب ندخل بقى على الامر اللي بعده، هو امر كات. يعني ايه امر كات؟ يعني بنستخدمه عشان نعرض محتويات الملف اللي جواه، يعني نشوف النص اللي جوه التيرمينال. يعني لو عايز تشوف ايه اللي موجود جوه الملف من غير ما تفتح. طبعا دي اللي استخدامه كتير بقى، طبعا الحاجات دي بتستخدمها ممكن في الهاكينج والحاجات اللي زي دي، بس انا بعرفك بس ايه الاساسيات. فيما بعد هتفهم بقى الشروحات ده ايه، هتبدا واحده واحده ايه المجال هيدخلك في بعض. فانا عايزك بس ايه تفهم الامور دي، بس ما تحسسش اللي هي ايه معقده ولا اي حاجه. بالعكس، هو انت لما تمرن نفسك عليهم هتحفظهم، ممكن تحفظهم في ورقه عادي مش مشكله، او على النت ممكن بتجيبهم. انما بس انت لما تفهم بس الباش بتاعهم بس اللي هو الاساسيات، هتبقى تفهم بقى النظام كامل وتبدا تشتغل عليه. نقول له امر كات. احنا مثلا وليكن عايزين مثلا، احنا هنفتح مثلا الملف ده. احنا ملف الاي تي هنفتح كات. طبعا احنا واقفين في نفس الفولدر، كات اي تي. طبعا الملف مفيهوش حاجه، لو دخلنا كده على الملف فاضي اهو. تمام، مفيهوش اي حاجه. خلينا بس نكتب اي حاجه في الملف عشان يبقى واضح قدامك. وليكن مثلا هنكتب هاي would you love to learn Kali Linux. تمام. كتبت would you like to learn Kali Linux. نعمل حفظ. خلينا كده نفتح تيرمينال اهو. هنعمل كات اي تي. تمام، ظهر كل حاجة اهو. مكتوب would you like to learn Kali Linux. تمام زي ما هو موجود، او ممكن بقى تغير ايه اسم الملف، ممكن اي حاجة. انا بديك مثلا زي مثال. تمام. طبعا فتح لي كل النص اللي جوه الملف. طبعا دي كل حاجه بقى اللي استخداماتها كتير، يعني مش الاستخدام ده بس. طبعا بيبقى ايه، قيس على الحاجات دي حاجات تانية تبدأ تشتغل عليها. ودي طبعا كانت مجموعة الأوامر الجديدة من الأوامر الأساسية في لينكس. طبعا دي اللي هتساعدك تتعامل بسهولة مع النظام. طبعا ما تنسوش إن كل حاجة بالتجربة هتبقى أسهل مع الوقت. طبعا في أوامر، طبعا أوامر طبعا تانية كتير، يعني يعتبر لينكس فيه بحر من الأوامر. طبعا في ملفات بي دي اف لو حبيت تبحث عليها، طبعا بيبقى فيها أوامر كتير مع الاستخدامات. أنا طبعا بس بشرح لك الأوامر الأساسية اللي أنت بقى تستخدمها طبعا مع كالي لينكس. بديك بس الأوامر اللي هي التأسيسة طبعا. طبعا احنا خلصنا النهاردة الفيديو، وإن شاء الله في الفيديو الجاي طبعا هبدأ أشرح لك بقية الأوامر التانية. طبعا اللي أنت هتبدأ تستخدمها على طول. وانتظرونا طبعا إن شاء الله في الفيديو الجديد. مع السلامة.